ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من يوتيوب. في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نعمل ريجستريشن او نكرييت او نعمل اكونت جديد على الاف بي ال الفانتازي بريميوم ليج. في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل فريق، ازاي تبني فريق بالفلوس اللي هيديها لك الفانتازي اللي هو 100 مليون يورو. ازاي نبني فريق بناء على ايه؟ نشوف كل لعيب ايه نسبة الامتلاك بتاعته، ايه البوينتس اللي عملها السيزون اللي فات، ايه اللي عملها الجيم ويك 1، لان احنا دلوقتي داخلين على الجيم ويك 2. فخلينا مع بعض نخش نبني فريق ونشوف بيتبني ازاي. يلا بينا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي كده ونخش مع بعض على الفانتازي زي ما اتفقنا وزي ما عرفنا في الفيديو اللي فات ازاي تخش على الويب سايت وازاي تقدر تعمل كرييت للنيو اكونت. ونخش على الفانتازي يا معلم، ودي الصفحة اللي بتجيلك اول حاجة الهوم طبعا بالطريقة دي. فاحنا هنخش على طول على سيلكت او سكواد سيلكشن اللي هي دي علشان نعمل سكواد جديده. ده اكونت جديد بنعمل عليه الفيديوهات بس. هنخش مع بعض دلوقتي نعمل كرييت للسكواد الجديده ونخش نشوف اول حاجه زي ما اتفقنا. هو بيديك 100 مليون يورو، المفروض هتختار بيهم 15 لاعب في حدود ال 100 مليون. تمام، ممكن تبقى معاك فلوس بقى زي ما انت عايز، لو عايز تغير في الجوله اللي بعديها يبقى معاك فلوس والكلام ده كله. في استراتيجيات كتيره جدا لبناء التشكيله، بس انا من الناس اللي بتحب تجيب لعيبه كلها حلوه مقتنع بيها من اول ما السيزون ما بيبدا. تمام، تعالوا مع بعض كده نشوف في حراسه المرمى. هندوس اول ما تدوس على حارس المرمى بالطريقه دي هيطلع لك في الجنب كده كل حراس المرمى. دوست على الميد فيلدر او سوري على الديفندر مثلا، هيطلع لك كل الديفندرز اللي موجودين، وهنا هو مرتبهم بناء على الجيم ويك 1. يعني الجيم ويك 1 كل واحد جاب نقط قد ايه، فابتدى يرتبهم لك على الاساس ده. يعني اكتر واحد جايب نقط كان ديساسي، جايب 11 نقطة اللي هو من تشيلسي اعتقد، صح؟ ايوه من تشيلسي جايب 11 نقطة. تعالوا نفتحه كده ونشوف. ادي اللاعب اهو، جايب 11 نقطة وهو سعره 5 مليون، فويتشز ان هو سعره كويس برضو. فده ترتيبه بالنسبة ل الويك 1، الجيم ويك 1 الاسبوع الاول. تعال نشوف مثلا هو نسبة الاستحواذ بتاعته قد ايه، او نسبة الامتلاك بتاعته قد ايه. ما كملش 1%، يعني ما حدش جايبه خالص مع انه جايب اعلى بوينتس في ال الاسبوع الاول. فده بالنسبة لي اللي هو ديفرنشال عادي جدا. ده لعيب بصراحة اللي جايبه يعني الوحيد اللي خد النقط بتاعته. تمام، نيجي نشوف مثلا الهيستوري بتاعت اللاعب ده. اللاعب ده اول مره يبقى في تشيلسي فما لهوش هيستوري تحت زي ما انت شايف. هو الهيستوري بتاعته كلها ليفربول بس، الماتش بتاعه بس مع ليفربول اللي فات. تمام، نيجي نشوف مثلا لو دوسنا على الميد فيلدرز هيطلع لك كل اللعيبه برضو ترتيبا بناء على الاسبوع الاول. طيب هنبتدي مع بعض واحده واحده كده ونشوف. نبتدي باول حاجه الجول كيك. الجول كيك انا هاخد لينو. تمام، فنخش ندوس على لينو كده ونشوف الهيستوري بتاعته. نسبة الامتلاك بتاعته 8%، جايب 4.5 سوري ب4.5 مليون. الراجل ده يا معلم جايب الجيم ويك اللي فات 12 بوينتس، وده اعلى حارس مرمى جايب. تعال نشوف كده السيزون اللي فات. هنا بص، هنا هيبان لك السيزون اللي فات 2022 2023 جايب 142.2 السيزون. السيزون اللي قبله جاب 10 بوينتس بس، يعني which is وحش جدا. بس في العموم هو بيجيب بوينتس كويسه مش وحشه. فتعالى ناخده كأول واحد معانا في الفريق. هندوس عليه كده وندوس على لينو، هندوس اد بلاير. فكده لينو دخل معانا ب4.5 مليون يا معلم. فهتلاقي فوق ال 100 مليون قال له 4.5 بقوا 95.5. وهنا من ال 15 لاعب بقى عندي لاعب واحد اخدته. تاني واحد انا هاخد اونانا من مانشستر يونايتد. هنا كده ممكن اخد اونانا او ممكن اخد في واحد برضو انا بحبه اريولا. اريولا 4 مليون. انا مش محتاج حاجه اكتر من 4 مليون. اشوف بس اونانا، لو اونانا ب 4 مليون برضو هاخده، مش ب 4 مليون مش هاخده. طبعا هو مش ظاهر لان هو لسه ما لعبش. لا ب 5 مليون اونانا، فانا مش هاخده. انا هاخد ايه اريولا. فين اريولا؟ هاخد اريولا اد بلاير. كده انا خدت لينو اريولا الاثنين مع بعض عاملين 9.5 مليون. لسه متبقي لي 91.5. اوكي، نيجي للفورورد. لان طبعا لازم اخد هالاند، ما ينفعش تيم من غير هالاند والا يبقى. بص، هو هالاند ليه كلنا لازم ناخده او اي حد لازم يحطه بالنسبه لي؟ لان نسبه الامتلاك بتاعته 90%. فلنفرض ان هالاند انت مش عندك وعمل حاجه، ف 90% من الناس اللي بتلعب كلهم بقوا اعلى منك، بقيت انت تحت. لنفرض ان هالاند عندك
عمل حاجه فكلكم زي بعض، فانت اللعيبه التانيه اللي انت مختارها بناء على اختيارك انت هي اللي هتفرق معاك. لكن هالاند لازم يبقى عندك علشان تبقى مع الناس، يبقى ماشي مع الناس، محدش يبقى اعلى منك. لان انت لو هو عمل حاجه، لو جاب مثلا جولين ولا حاجه زي الماتش اللي فات وجاب 13 نقطه والناس عاملاه كابتن فخدوا منه 26 نقطه، وانت مش عندك هالاند، ان 26 نقطه ضاعوا منك، 13 نقطه اساسيين والدبل اللي الناس عاملاه برضو ضاع منك. فهمتني؟ فانت كده بقيت اقل من الناس كلها طبيعي. فلازم تاخد هالاند عشان تتساوى مع الناس. بعد ما تتساوى مع الناس تبتدي بقى تشوف الديفرنشال بتاعتك، تشوف انت اللعيبه بتاعتك اللي انت بقى حاسس ان هي هتعمل معاك اختلاف، فتبتدي تحطها. زي مثلا انا عندي الديابي ده، انا شايفه ان هو هيعمل معايا اختلاف سواء في الويك الجاي اللي بعده اللي بعده. انا شايف ان هو اكيد 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 هيعمل معايا في ويك هيعمل معايا في اسبوع من الاسابيع اختلاف جامد، لان هو لعيب بصراحه ملوش حل. انا بشوف ان هو لعيب هيجيب بوينتس اكيد ان شاء الله الموسم ده كتير. فاول حاجه هناخد هالاند هنا. تمام، اد بلاير. خدنا هالاند. هاخد جنبه ايزاك. ايزاك بسبعة غلي. ايزاك كام؟ بسبعة ونص. غلي طبعا. هاخد جنبه ايزاك. وممكن اخد هنا كمان في السوق، تعالوا نشوف ايزاك كمان نسبة الاستحواذ بتاعته قد ايه. سوري، نسبة الامتلاك بتاعته قد ايه؟ 20%. طبعا بعد الجولة الاولى زاد طبعا. تمام، فهاخد ايزاك كمان لان اصلا كريستال سوري، نيوكاسل السنة دي فريق جامد قوي بصراحة. يعني نيوكاسل السنة دي فريق حلو قوي. السنة اللي فاتت قفل رابع، فالسنة دي هو نازل بصراحة جامد جدا طبعا. فالجوله بتاعته الجايه بس هي اللي صعبه، اللي هي بتاعت مانشستر سيتي. بعد كده هيبقى كويس. طبعا انا عايز اخد كمان جواو بيدرو. جواو بيدرو من اللعيبه الحلوه جدا. تعال نشوف كده. جواو بيدرو 5.5. نسبه الامتلاك بتاعته 26. بص يعني كل ما نسبه الامتلاك بتاعته تعلى كل ما تعرف ان هو لعيب كويس الى حد ما. فهاخد جواو بيدرو يا معلم من برايتون. يبقى انا كده اخدت الثلاث مهاجمين بتوعي. ممكن العب اي اتنين فيهم. انا مثلا الماتش الجاي ممكن العب هالاند وجواو بيدرو، لان ممكن بيدرو يكون الماتش بتاعه اسهل من هيلعبوا الماتش الجاي. لا، هم لعبوا الاول اللوتن ده فاعتقد الماتش الجاي بتاعهم هنشوف مع مين. هيلعبوا وولفرز. فاعتقد ان هو فريق هيبقى يعني الولد ممكن يأدي الماتش الجاي. بس مش هيلعب ايزاك لان هيلعب مانشستر سيتي، نسبة ان هو يجيب اهداف مش عالية قوي. تعال نشوف الديفندرز. انا الديفندرز بالنسبة لي هاخد شاول اول حاجة. 5.5 مليون. تمام. هاخد جنبه كمان استوبنان طبعا. تمام، من اللعيبة الجامدة جدا بصراحة. بصوا نسبة الامتلاك بتاعته قد ايه؟ 53%. هو ب5 مليون بس، ولعيب جامد جدا بصراحة. برايتون برضو بقى. انا كده عندي اتنين من برايتون، فاضل لي واحد من برايتون. بس انت برضو ماكسيمم تاخد، ما قلناهاش دي، ماكسيمم تاخد من كل فريق ثلاث لعيبه. يعني هتاخد من ليفربول ممكن ثلاث لعيبه، تشيلسي ثلاث لعيب ماكسيمم، ما ينفعش تزود. طيب ممكن ناخد كمان هنا في الديفندرز. هناخد مين تاني؟ اكانجي عجبني جدا الماتش اللي فات بصراحه، هو واكي. فممكن اخد اكي، بلاش اكانجي. انا بخاف جدا بصراحه من مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي جوارديولا دايما بيخزوقنا، دايما بيزعلنا، دايما بيغير. يعني انا عندي ستونز في الفريق بتاعي الاساسي. ستونز عمره ما غاب عن الملعب. يعني الماتش اللي فات كان عنده اصابه للاسف. طيب ناخد ديفندر كمان. عندك مين في الديفندرز ممكن ناخد كمان؟ ممكن اخد ديساسي ده، بس لا انا مش عاجبني بصراحه. صليبة. هاخد صليبة ب5 مليون. كويس صليبة برضو. وممكن ناخد اي واحد خامس مش مهم ايه هو، بس انا هاخد دول كده خلاص اساسي. مش هاخد ستونز. نيجي بقى للميد فيلدرز. دول اهم حاجة بالنسبة لي. اول حاجة ساكا لازم ناخده. 8 مليون ونص. هاخد جنبه رودري من مانشستر سيتي. كده انا عندي مانشستر سيتي واحد اتنين تلاتة كده خلاص. مانشستر سيتي مش هينفع اخد منهم حاجة تاني. طيب انا هنا هاخد كمان مين في الميد فيلدرز؟ هاخد ديابي طبعا، من اللعيبه المحببه الى قلبي، واللي انا شايفه ديفرنشال عالي جدا. اللاعب ده السنه دي هيبقى ملوش حل. هاخد هنا ميتوما. برايتون عندي واحد اتنين. الحارس ده استنى، هاخد ميتوما. هو هيقول لي اول ما احطه هينفع ولا لا. اد بلاير. طيب تمام كده خدنا ميتوما كمان. لسه باقي معايا 16 مليون. ففاضل لي اتنين لعيبه. ممكن اخد صلاح هيخلص الملايين كلها، بس انا مش هاخد صلاح المره دي في التشكيله دي. انا صلاح عندي في التشكيله التانيه، فمش هاخد صلاح هنا. هاخد الميد فيلدر الاخير.
تعالوا نشوف مين ممكن ناخد بصراحة سعره بص 12.5 مليون يعني. عايزين ايه بقى؟ ميد فيلدر يكون كويس ويكون بتاع بوينتس يعني بيجيب بوينتس. عندك تونالي كان حلو قوي الماتش اللي فات. عندك مين؟ استنى ناخد الاول بس. خلينا بس ناخد ديفندر. في ديفندر انا بحبه ممكن يكون برضه هيعمل ان شاء الله شغل جامد. وولكر انا بحبه بس بخاف من بيب جوارديولا. اوقات كتير بيقعده يعني مش اللي هو بصراحة. جيمس برضو كان حلو جدا الماتش اللي فات، فبفكر فيه بصراحة. وعندي مين تاني كان حلو؟ باير كويس برضو، بس هو ما جابش نقط المرة اللي فاتت. وطبعا تريبير حلو جدا جدا جدا، بس 6.5 مليون كتير. بس انا هاخده. انا هاخد تريبير. تمام. هاخد تريبير. تمام. يبقى انا كده عندي ده خط الدفاع. خط الدفاع جامد والله العظيم يعني. عشان ما خدتش صلاح فلسه عندي 10 مليون، فانا هاخد بقى واحد يكون مش قوي قوي مثلا، او اخد واحد. انا عندي برناردو في الفريق التاني. فودن حلو جدا وابتدى يلعب اساسي. ففودن حلو، اختيار حلو جدا. واوديجارد حلو جدا. انا عندي 10 مليون ونص ممكن اجيب بيهم لاعب كويس يعني في خط الوسط. تعالى ناخد مين؟ انا بس بفكر ان انا اجيب حد ما يكونش واو. ممكن ناخد راشفورد. راشفورد فين راشفورد؟ راشفورد 9 مليون وهيفرق معانا كتير. تعالى ناخد راشفورد. راشفورد اكيد مش هيطلع في اللي هما زيرو بوينتس لان هو لسه ما لعبش النهارده. فناخد راشفورد. فين راشفورد؟ راشفورد يا راشفورد فين؟ انت ممكن تعمل هنا كده ميد فيلدرز توب بوينتس. لا هنعمل كده ونجيب ايه؟ برايز. وندوس سيرش. هيجي لك صلاح راشفورد. راشفورد ب 9 مليون وسون برضه يعني الاثنين حلوين بصراحه. بس انا هاخد راشفورد. هنشوفه النهارده حتى. بس وده كده التيم اللي انا عملته في الاكونت التاني. والله هو تيم كويس جدا ولسه متبقي معايا في البنك مليون و400 الف. ممكن نغير في التيم ده خلال الاسبوع الجاي مثلا او حاجه، لان انا معايا فلوس بره. تمام. فهندوس انتر سكواد بالطريقه دي ونسمي السكواد ديجو 2 بالطريقه دي. I agree. تمام. الاسم ده موجود ولا ايه؟ choose the club ارسنال وانتر سكواد. وبكده عملنا السكواد بتاعتنا بالطريقه دي. هو نزلها لي بالطريقه دي بس انا ممكن اغير في التشكيل بتاعها. يعني انا بدل ما هم عاملها لي كده 4 4 2 انا ممكن اغير زي ما انا عايز التشكيله اللي انا عايزها. فممكن اعمل جواو بيدرو طبعا هنزله مكان الراجل ده. هعمل كده سويتش وانزله مكان ده كده. ممكن اطلع ده وانزل اكي وانزل راشفورد. فهعمل كده فهو هيغيرها لي على طول كده سويتش. هيغيرها لي 3 5 2. الخطه دي انا بحب العب بيها 3 5 2. 3 دفاع وخمسه خط وسط واثنين هجوم. ممكن بقى الجوله اللي بعديها العب بثلاثه هجوم واربعه بس في خط الوسط، على حسب ما انت عايز. انت اللعيب اللي هتغيره في المركز بتاعه هو اوريدي هيتغير لوحده. انا وهنا برضو ممكن تغير اماكن اللعيبه الاحتياطي علشان بناء عليه اللعيب اللي مش هيلعب من ال11 بتوعك هينزل الاحتياطي بناء على الترتيب اللي انت عامله. طبعا مالكش دعوه بحارس المرمى. بالنسبه لهنا اول واحد انا حاطه فورورد، فانت لو عندك واحد من خط الوسط ما لعبش هينزل مكانه واحد فورورد هنا وهيشيله خط الوسط اللي ما لعبش المباراه. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ازاي تعمل بيلد او تبني الفريق بتاعك والتشكيله بتاعتك من المبلغ اللي هو بيبقى مديهولك. لو عجبك الفيديو بقى يا معلم اكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيه، ولو اول مره تشوفني لايك وسبسكرايب وشير. وما تنساش برضه تكتب لي في الكومنتات عايزني اشرح ايه تاني في الفانتازي. سلام.